كلاكيت المرة اللي مش عارفة كام. بعمل معاكم العيش البلدي في البيت. عيش صحي، لان النهاردة هعمله بطريقة مختلفة عن ما بعمله كل مرة. طبعا انا عملته معاكم كتير جدا، لكن كل مرة بحب ان انا اصور لكم علشان تتشجعوا وتعملوه انتوا كمان في البيت. شايفين بقى، هو ده النجاح وهو ده سر السعادة. لما تشوفي كده نجاحك قدام عينك، لما تشوفي العيش كده بينفخ في الفرن وبينتفخ وبيرتفع وبيستوي قدامك، وطبعا ريحة العيش وشكل العيش، وبصوا بقى العيش من جوه عامل ازاي. بصوا قلبه. كمان سواه حلو قوي. بصوا هفتح لكم الرغيف كمان قدامكم وتشوفوا كده قلب العيش، لا فيه لبابة كده كتيرة ولا رفيع ولا رقيق. لا الوش حلو، وكمان القاع بتاعه حلو جدا ونضيف جدا جدا. يلا نسمي الله ونسمي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جبت طبعا دقيق القمح الكامل اللي هو سنبلة الفرات. خدت منه 3 كوبايات. هضيف عليه كوبايتين من دقيق ابيض عادي، جايباه من عند العطار سايب يعني. نخلتهم كده كلهم مع بعض. نخلت الاول الدقيق الاسمر اللي هو القمح الكامل، وبعد كده نخلت عليه كوبايتين من الدقيق الابيض. كده محتوى العجينة 5 كوبايات من الدقيق. حطيت معلقة صغيرة كده من الملح، وهقلب بقى كده الملح، وهحط معلقة ممسوحة كده من الخميرة الفورية. انا مش هحط سكر ولا اي حاجة، والعيش هيخمر وهيبقى زي الفل، مش محتاجين اي سكر في العجينة خالص. حطيت 3 كوبايات من المية الدافية، وخليت الكوباية الرابعة جنبي، ربما احتاجها وربما ما احتاجهاش. عايزه اقول لكم طبعا انا لما عملته قبل كده كنت بحط دقيق زيرو اللي هو الدقيق الابيض، وكنت بحط عليه رده. لكن طبعا المره دي بقى عايزاه يبقى صحي اكتر علشان ينفع مرضى السكر ومقاومه الانسولين واللي بيعملوا دايت والكلام ده كله. فعملت الدقيق القمح الكامل، هو طبعا فيه كل حاجه، وفيه الرده وفيه كل القمحه كامله. والدقيق التاني علشان يساعده ان هو ينتفخ كده ويبقى له عرق يعني، فالعيش يبقى مظبوط وحلو. فطبعا انا مكتره دقيق القمح عن الدقيق الابيض. تقدري تعملي كميه متساويه او تعملي زي ما انا عملت. دي العيش ده صحي كمان، لو هتعمليه لولادك في المدارس في اللانش بوكس حلو جدا جدا، لو حابه تاكلي ولادك اكل صحي. وزي ما انت شايفه كده العيش بيتفتح ويتعمل سندوتشات عادي جدا. ممكن تعمليه وتعملي فيه حواوشي، ممكن تعملي فيه كل حاجه انت عايزاها وتاكلي بيه كل الاكل اللي انت تحبيه. طبعا انا عجنت العجينه كلها كويس جدا جدا، وما خليتش فيها اي تكتلات خالص. وهبتدي ان انا ايه من تحت لفوق كده ان انا ادخل هوا في العجينه، الت فيها كده زي ما بيقولوا. افضل الت واعجن كده، الت واعجن عشان ادخل هوا واعمل عرق كده للعجينه بتاعتي. انا ما احتاجتش الكوبايه الرابعه خالص، لان انا برضو لسه مش متمكنه ان انا اخلي العجين مرق اكتر من كده. يعني في ناس عملوه فيديوهات طبعا، لان انا بشاهد فيديوهات كتير قوي عشان اتعلم الخبيز والعيش والكلام ده. ففي حطوا على ال5 كوبايات 4 كوبايات من الميه. لكن بالنسبه لي انا حلو قوي كده علشان اقدر اتحكم فيه، واقدر اقرصه واقدر اشيله. وانا طبعا مش هعمل على مطرحه ولا اي حاجه، فاقدر ان انا اتحكم فيه. لو انت كمان لسه مبتدئه خالص، ما تحطيش 3 كوبايات من الميه، حطي اقل من كده علشان تقدري تتحكمي في العجينه. لكن طبعا العيش البلدي كل ما بيكون السوائل فيه كتير بيبقى طري اكتر وبيبقى ناجح اكتر يعني. العيش بيبقى طري ويبقى حلو قوي. طبعا انا غطيته بقى وحطيته ساعة كده في مكان دافي يخمر. خمر بعد ساعة بالظبط. جبت كده الصاج اللي انا هقطع عليه، حطيت عليه ردة او النخالة. انا شاريها برضو من عند العطار. بنخلها طبعا قبل ما احطها علشان عايزه العيش بتاعي يبقى نضيف مفيهوش اي شوائب. لان احنا بصراحه بنلاقي حاجات في العيش اللي احنا بنشتريه من الفرن حاجات فظيعه يعني. انا في مره لقيت كيس في بقي كده معرفش ايه ده. في مرة لقيت خشب في قلب السندوتش. مرة لقيت عصيان كده متعرفيش هي بتاعت ايه. فبنلاقي حاجات غريبة ومريبة. في واحدة قبل كده سبحان الله يعني لقيت ازازة كانت هتعور بق ابنها. فربنا يسترها علينا جميعا. فما تعملي حاجتك في البيت انضف واحلى بكتير جدا جدا. بقطع بقى كده، بقطع على دقيق. تقدري تقطعي على مية او على زيت او بدقيق. انا طبعا لان العجينة كانت انا كنت يعني حاطه فيها ميه كتير، فكانت لينه زياده. فانا قلت مش هقطع على ميه بقى عشان ما تبقاش لينه اكتر. انا هقطع على دقيق علشان تبقى برضو ايه متماسكه، واقدر ان انا افردها واشتغل بيها واشيل الرغيف واحطه براحتي، ومن غير ما اخاف او اقلق ان هو يبقى سايل مني. قطعت بقى الكميه بتاعتي كلها. طبعا حجم الرغيف يرجع لي. كان عامله حجم عادي يعني، حجم الرغيف اللي احنا بنجيبه من الفرن. وبسم الله ما شاء الله الكميه دي عملت لي 14 رغيف.
حلو جدا ومشبع. يعني انا في اليوم ده كنت هاكل سمك فاكلت بيه، ما قدرتش اكمل الرغيف بصراحة. بعد ما خلصت كده كل تقطيع العجين حطيته كله على ردة كده زي ما انتم شايفين. فكنت شايفة برضو واحدة كانت فلاحة يعني بتعمل العيش والكلام ده، فشوفتها بتعمل الحركة دي اللي هي بتهبط العجين كده بعد ما بتقرصه. بتبل ايديها كده في الردة وبتمشي على العجين كده بصوابعها، تهبط العجينة كده شوية. فانا قلت برضو ايه هعمل الحركه دي زي ما هي عملت كده بالظبط، لان انا برضو بتعلم منهم. انا بشوف فيديوهات كتير قوي قوي للناس بتخبز، وبحب ان انا اشوف كل واحده بطريقتها بتعمل ايه، وكل واحده بتفيدني بافاده بحب ان انا اطبقها. سبت العجين بقى 10 دقايق كده، وبعد كده جيت على المفرش السيليكون ده حطيت شويه كده من الرده، وابتديت اخد اول رغيف او القط بقى زي هتكلم زيهم بقى، القط الرغيف من على من على الصاج وابتدي ان انا افرده. انا قلت هفرده كده الاول من غير نشابه ومن غير اي حاجه. فطبعا كان برضو ايه طري شويه معايا وخدته كده بصراحه سهل برضو ان انا نقلته من على المفرش السيليكون، وحطيته كده على الصينيه الاول على البوتاجاز يدوبك يتشمع. وبعد كده انا مشغله الشوايه الفرن تسخن، اول ما بيتشمع بدخله على طول تحت الشوايه، وزي ما شفتوا كده في اول الفيديو بيبتدي يقب واحده واحده لحد لما بيستوي. تاني رغيف بقى وبقيه العيش ابتديت ان انا افرد بالنشابه عادي مفيش اي مشكله، لقيته كويس قوي وسهل واتفرد معايا وبقى قادره ان انا اتحكم فيه وكل حاجه فيه اهو. بس طبعا لو كان لين عن كده انا ما كنتش بصراحه اعرف اشيله ولا اروح واجي فيه، كان هيبقى عايز مطرحه اكيد يعني. فانا من غير طبعا مطرحه ومن غير فرن بلدي ومن غير الكلام ده عملت العيش وطالع جميل جدا وكفايه. نفسك كده في البيت وريحه الفرن وريحة العجين وريحة الخبيز، حاجة بصراحة تفتح النفس وحاجة كده بتشجعك وحاجة بتفرحك. يعني بصراحة أنا طاقتي النفسية دي ما بترتاحش غير لما بقوم أعجن وأشوف كده العجين بيرتفع قدام عينيا، وببقى فرحانة وسعيدة جدا جدا. بس بصراحة أنا بقى عايزة أقول لكم إن أنا زعلانة منكم جدا جدا، علشان انتوا موقعين لي كل الفيديوهات، مفيش فيديوهات بتتشاف، معرفش ليه في ايه. هل عشان احنا في دخول مدارس ولا عشان احنا في ايه مش عارفة. اتمنى ان انتوا تتفاعلوا معايا شوية اتفرجوا على الفيديوهات. بصوا العيش طالع ما شاء الله الله اكبر بيضحك كده. انا طبعا بحط العيش في الفرن وعلى ما يستوي كده ويقب بيكون فردت الرغيف اللي بعديه. بفضي على طول الرغيف على فوطة كده على صينية، وبحط بقى الصينية تاني على البوتاجاز، واول ما افرد الرغيف اروح راح احطه تاني على الصينية وادخله الفرن، طبعا زي ما انا عملته معاكم قبل كده وشرحت لكم الطريقة كذا مرة. فعايزه اقول لكم والله انا ما كنت هصور، بس انا بحب اصور العيش وبحب ابقى فرحانه بيه قوي، ببقى حاسه ان انتوا كمان هتفرحوا لما تشوفوا منظر العيش كده في البيت طالع يفرح ويشرح، وحاجه بجد جميله جدا لازم تعملوها وتجربوها. فقلت انا هصور وتكالي على الله. بصراحة نفسي الفيديوهات تتشاف اكتر من كده، نفسي تتفاعلوا لايكات، فعلوا الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلكوا وتشوفوه. عايزة كومنتات حلوة، عايزة لايكات كتير. مش عارفة يعني اقول لكم ايه اكتر من كده. بس لو الفيديو عجبكم يعني ما تنسوش اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، اكتبوا لي اللي انتوا عايزينه في الكومنتات نعمله، ايه الفيديوهات اللي بتعجبكم، ايه الفيديوهات اللي انتوا مش بتستفيدوا منها ما اعملهاش تاني. بس هو ده اللي انا طالباه منكم. خلصت بقى طبعا العيش كله بالطريقة دي ما خدش معايا ساعة. بصوا بقى العيش طري وجميل جدا جدا. انا بفرده كده لحد لما يبرد خالص، وبعد كده بعبيه في الاكياس وبشيله في التلاجة او في الفريزر. بصوا العيش طري جدا جدا، بصوا قلبه بيتفتح ازاي. تعمليه سندوتش كده مقلوب بيبقى حلو قوي. تفتحيه بقى وتعملي سندوتشات لولادك، اعملي فيه كل اللي انت عايزاه، الفطار الغدا العشاء، مش هيقولك لا. وكمان صحي ومشبع، يعني ما تخافيش خالص انك بتاكلي حاجه مش صحيه. طبعا الاول كنت بعمله بدقيق زيرو، وبعد كده لما لقيته مش هيبقى صحي معايا وخصوصا لمرضى السكر، فابتديت دلوقتي ان انا اضيف دقيق القمح الكامل، وده ساعدني ان انا اعمل تاني العيش في البيت ويبقى صحي وجميل وكمان نضيف. لان انا بصراحه بتعب قوي من العيش بتاع بره، بيبقى بيقرقش وبلاقي فيه حاجات غريبه زي ما قلت لكم. فالعيش كده زي ما انتم شايفينه اهو. هبتدي بقى المه. بصوا ما شاء الله 14 رغيف وكلهم حجمهم حلو جدا جدا. تقدري تاكلي رغيف، تقدري تاكلي اقل كمان من الرغيف، هيشبعك قوي. اتمنى تجربوه وتعملوه في البيت وتقولي رايكم في الكومنتات. لو حابين نكمل كمان في السلسله دي بتاعه الاكل الصحي اكتبولي، انا نزلت لكم كذا حاجه صحيه يا ريت تشوفوها وتقولوا رايكم فيها. ولو مش حابين خالص اي حاجه صحيه وعايزين اي فيديوهات تانية اكتبولي برضو انتوا عايزين ايه وانا هعمله لكم ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.